السلام عليكم. اليوم نشارك معكم وصفة الفلفل بالخل اللي رايحين ما تستغنوش عنها كيما انايا. في طنجرة ولا ان كوكوط تحطي الفلفل الحار بعد ما تغسليه وتمسحيه ديري فيه ثقب، ضيفي حفنة زيتون اي نوع حبيتيه، حبة طماطيش مسكرفجة، نص كاس زيت زيتون وليك الاختيار، تقدري تعوضيه بزيت المائدة، نص كاس خل ونزيدو عليه نص كاس ما ننساوش شويه ملح ما نكثروش خاطر درنا الزيتون وزوج سنينات ثومين صغار ولا مسكرفجين. الطنجرة وخليها فوق النار لمدة نص ساعة، نار قليلة. بنفس الطريقة جرب طيبته في الاير فاير مدة 20 دقيقة على 170 درجة. شوفوا هنا بعد ما طاب انا نخليه حتى يبرد، تقدري تحطيه في بلارة ولا في بواط وتخليه في الثلاجة يشد مدة طويلة. هكا بطريقة سهلة فلفل مرقد بالطماطيش والزيتون مخلل كيما يحب الخاطر. يلا سلام.